امتى ازعل من الجراح او امتى ازعل من جراح التجميل؟ حاجتين: لو هو دور وشه عن المشكله، او لو هو مش قادر يحل المشكله. ومش عيب انه ما يكونش قادر يحل المشكله، ممكن ابعتها لواحد زميل عنده خبره اكبر يحلها. لكن مش من الاول انا زعلانه، ده تشوه، ده طبعا يعني احنا متقبلين ان الكلاينت زعلانه، بس في نفس الوقت لازم ده بشر تهندل المشكله. لا طبعا. ولذلك حته المشاهير انا مش هقدر اعلق على اسامي ولا اقدر اعلق على حالات، بس كلنا عارفين اوريدي ان بس انا ليا ككومنت كدكتور، انا ليا كومنت على الجانبين. لان ممكن يكون الدكتور ما شرحش للكلاينت اللي هي المشهوره او المشهور ايه المشكله، واحيانا الميديا بتتناول الموضوع بصوره خطا والحلقه الاضعف فيها الجراح، وده مش حقيقي. يعني ممكن تكون المشكله كانت كبيره اصلا قبل التدخل. ممكن يكون المريضه او المريض استخدم مواد كتير في عنده عمليات في قبل اماكن كده. مختلفه. بالظبط، عنده عمليات قبل كده. فاصل الحكايه دايما ما بيتحكيش دايما بصوره دقيقه، الجراح بيكون فيها الحلقه الاضعف. لكن كل المسج اللي عاوزين نوصلها لكل الكلاينتس: امتى تزعلي من جراح التجميل بتاعك؟ في حالتين: ان هو دور وشه عن المشكله وما عملكيش فولو اب، ستريكت فولو اب، حاول يحلها. تاني حاجه ان هو حلها لك، مفيش مشكله يحلها من المره الثانيه او الثالثه، بس يوصلك في النهايه اللي انت عاوزاه. لا الاسترس كبير. وانا بايدك ان ممكن كل الكلام اللي بيطلع على السوشيال ميديا ما يبقاش حقيقي او يبقى حقيقي.